السلطات الموريتانية تأمر بطرد عناصر من البوليساريو. أمرت سلطات نواكشوط بطرد عناصر من البوليساريو قادمين من مخيمات تندف بالانسحاب من منطقة ليبريكا الحدودية مع الجزائر، واستنادا لما أوردته مصادر مقربة من البوليساريو، فإنه بعد قضائهم عدة سنوات هناك، قرر الجيش الموريتاني فجأة طرد عناصر من الجبهة نهاية الأسبوع الماضي، ولم يبد التجار من مخيمات تندف جنوب الصحراء أي مقاومة في ذات السياق. أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقة عن استيائه بخصوص مقتل مواطنين موريتانيين على الحدود الشمالية، في أول تعليق للحكومة على مقتل مواطنين بقصف خارج الحدود. ونقلت صحراء ميديا أن الوزير الموريتاني دعا خلال المؤتمر الصحفي للحكومة المواطنين لعدم الخروج من الأراضي الموريتانية وبالتقيد بتعليمات السلطات الإدارية والأمنية لهم في هذا المجال. ولقي 3 منقبين موريتانيين مصرعهم الأسبوع الماضي بعد تعرضهم لقصف مجهول المصدر خلال تنقيبهم عن الذهب في مناطق خارج الحدود الشمالية لموريتانيا. وأفادت مصادر محلية أن سيارات تابعة لمنقبين موريتانيين تعرضت لقصف من جهة مجهولة بين منطقتي المالحات وكلب الفولة في المنطقة العازلة من الصحراء خارج الجدار الأمني المغربي.